السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملخص الكلام يا جماعة ان الناس بيتحدونا في ديننا. بيقولوا لنا هنثبت لكم ان البخاري احاديثه كذب عن طريق ان احنا هنجيب لكم حديث متعارض مع العلم وهنطلب منكم تنفيذه ومش هتقدروا، فده دليل ان البخاري الاحاديث اللي فيه مكذوبة على النبي. حديث من تصبح كل يوم من 7 تمرات عجوة، اللي ياكل كل يوم الصبح 7 تمرات من العجوة لم يضروه في ذلك اليوم سم ولا سحر. لا، مش هيضره في اليوم ده لا سم ولا سحر. يا جماعة خدوا التمر وكلوا 7 تمرات وبعد كده هنديكوا سم اشربوه. لو ما شربتوهوش يبقى انتوا من جواكوا عارفين ان هو كذب ودجل، بس مش قادرين تقولوا كده. ولو شربتوه متوا هنقول للناس بصوا المتدينين اغبياء عشان بيصدقوا حديث البخاري المكذوب على النبي وبييجوا يطبقوها بيموتوا. عاوزين تبقوا اغبياء وتموتوا زيهم؟ نور في حديث عظيم ورائع بيقول من تصبح ب7 تمرات عجوة ده قالها البحيري برضه لم يصيبه سم ولا سحر. حضرتك بتقول ان النبي قال الحديث ده. انا طالب من حضرتك نيجي بكرة الحلقة وتكون واكل 7 تمرات عجوة والاستاذ وائل هيجيب كوباية فيها سم وحضرتك شربته، لا قدر الله حصل لك حاجة يبقى الحديث ايه؟ مكذوب. لو عشت يبقى الحديث صحيح. ده نوع من القتل اللي انت عايز تعملها بقى كده وتقول لا مش قتل، ده حضرتك اللي بتنسبه للنبي. وبيطلع تحدي وبنقول لهم يا جماعه احنا قابلنا التحدي، والله يكرمكم قولوا تحديات اكتر، لان التحديات دي لما بتقولوها رب العالمين بييسر لحد من الامه ان هو يرد عليه. فعشان نخرج يعني قيم من ديننا اكتر تحدونا اكتر. النهارده هنرد على التحدي ده، بس التحدي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده، وهنشوف القيمه الكبيره اللي النبي صلى الله عليه وسلم اهداها للناس بالحديث ده، وان هو ازاي يعالج اكبر مشكله صحيه العالم بيواجهها. والكلام كله موثق من ابحاث علميه اكاديميه ملهاش اي علاقه بالدجل ولا الشعوذه. انتوا بتتكلموا علم، تعالوا نتكلم علم. هنقول الجزء العلمي وبعد كده هنتكلم ازاي حديث النبي صلى الله عليه وسلم موافقه للجزء العلمي ده وبتقدم القيمه اللي هو العلم بيقولها. هنتكلم بالبحثين. اول بحث فيهم اسمه malnutrition the leading cause of immune deficiency diseases worldwide. سوء التغذيه السبب الرئيسي في الامراض الناتجه عن نقص المناعه في العالم. ده اول بحث وده عنوانه. ده اللي عمله دكتور راث ريسيرش انستيتيوت. ده اكيد جهه علميه ملهاش اي علاقه، يعني مش عامل البحث عشان ايه يقول لنا حديث صحيح البخاري ده مظبوط ولا مش مظبوط. تاني بحث اسمه The Fruit of the Date Palm. ثمار النخيل اللي هي البلح يعني. It's possible use as the best food for the future. ليه هي التمور دي ممكن تبقى افضل غذاء للمستقبل. البحث ده معمول 2003 اللي هو اصلا جاي بنتيجه النبي صلى الله عليه وسلم قالها من اكثر من 1400 سنه. طيب البحث ده منشور في International Journal of Food Sciences and Nutrition تبع جامعه لندن متروبوليتان يونيفرسيتي. فبالتالي ده جامعه في بريطانيا. ما بنتكلمش ان احنا يا جماعه الكلام ده الناس مش عاملينه عشان احنا في الاخر نقول حديث البخاري صح ولا غلط. طيب الحديث اللي هو المالنيوتريشن نفهم منه ايه؟ اكبر خطر صحي بيواجه العالم ايه؟ اكتر سبب للوفيات في العالم هي الامراض المعديه اللي هي الاصابه بالبكتيريا والفيروسات. نتخيل ان في عندنا 13 ل 14 مليون طفل بيموتوا في السنه. 70% منهم من الاطفال دول بيموتوا نتيجه الايه؟ الاصابه بالامراض المعديه. ال 70% دول معظمهم بيبقى عندهم ايه؟ بيبقى عندهم نقص تغذيه، سوء تغذيه. فانت بتتكلم ان سوء التغذيه ده نتيجه الكلام ان سوء التغذيه هو السبب الرئيسي في ضعف المناعه، اللي هي السبب الرئيسي في الاصابه في الامراض المعديه، اللي هي السبب الاول للوفيات على مستوى العالم. بنتكلم في اكبر مشكله صحيه على مستوى العالم. طب علاج المشكله دي ايه؟ صاحب البحث بيقول ان علاج المشكله الطبيه دي ان هي بعض التغذيه السليمه هي اللي بتعالج المشكله دي. والمشكله الرئيسيه من وجهه نظره ان شركات الادويه اللي يهمها الادويه اللي هي بتبيعها عشان تاخد المكسب، وبناء عليه
بتفكر ازاي تسوق الادويه بغض النظر عن اللي هي تنشر المعلومات المهمه عن التغذيه اللي هي ممكن تبقى رخيصه بس هي اللي تنقذ حياه الناس. ده البحث هتلاقوا يعني هحط الرابط بتاعه على صفحه الهدايه في فتن النهايه. طيب ده الجزء الاول. الجزء الثاني اللي هو على الثمار بقى اللي هي التمر نفسه. صاحب البحث ده او الاثنين اللي عملوا البحث اللي بيقولوا ان التمر ده ممكن يبقى افضل غذاء للمستقبل. ليه؟ لان بعض التمرات ده والله نص كلامهم فيو ديتس بس بعض من التمرات ممكن يبقى فيها القيمه الغذائيه في الاحماض الامينيه وفي المينرالز اللي هي الاملاح والمعادن والكلام ده اللي مش موجوده في الوجبات الطبيعيه اللي احنا بناكلها في العصر اللي احنا فيه ده. وبالتالي والتمر رخيص ويسهل تخزينه لفترات طويله، وبالتالي التمر ده ممكن يكون افضل وسيله للتغذيه في المستقبل. طيب تعالوا بقى نشوف ايام النبي ومعظم البشريه، لان احنا بنتكلم ان الاختراعات اللي هي التطعيمات والمضادات الحيويه دي اتعملت في اقل من 100 سنه. وبناء عليه لو احنا شفنا ازاي الامراض المعديه اللي هي اخطر حاجه في العصر اللي احنا فيه ده كانت موجوده ايام زمان، لا كانت ايام زمان اسوأ بكتير. ليه؟ مفيش مضادات حيويه عندهم ومفيش تطعيمات، وبالتالي البكتيريا والفيروسات كانت اقوى واشرس لان مفيش اي حاجه بتواجهها الا المناعه. يعني انت بتتكلم ان المناعه هي السلاح الوحيد لمكافحه الامراض المعديه من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما تم اللي هي اختراع المضادات الحيويه والتطعيمات. ده رقم واحد. رقم اثنين، سوء التغذيه دلوقتي اذا كان احنا بنقول هو السبب الرئيسي في ضعف المناعه. طب يا جماعه ده ايام زمان كان اسوأ بكتير. ليه؟ لثلاث اسباب. اول حاجه الاكل مش موجود بوفره. تاني حاجه مفيش ثلاجات فمفيش تخزين للاكل، وبناء عليه انت دلوقتي ممكن يبقى عندك طماطم وخيار وجزر في الثلاجه، انما ايام زمان لازم لما يجيب حاجه يخلصها، لان هو لو سوى بره الثلاجه وكان حاجه ثانيه هتبوظ ويبقى خسرها. يبقى هو ساعتها كان زمان مضطر ياكل حاجه واحده اللي اشتراها عشان ما تبوظ. طيب ثالث حاجه كان زمان نظام مقايضه. يعني ايه؟ يعني في انا عاوز اشتري طماطم مثلا، هشتريها ازاي؟ لازم اجيب سلعه اديها لحد واخد قدامها طماطم. طيب يبقى انا ساعتها هديله ايه؟ فاخد قدامه طماطم، هديله مثلا سيف. طب السيف اللي هديله ده هاخد قدامه قد ايه طماطم؟ شوال طماطم. طب الشوال ده هسيبه يبوظ؟ لا لازم اقعد اكله. فكان اختيار تعدد الوجبات مش موجود، وبالتالي سوء التغذيه زمان كان اسوأ بكتير جدا. الحل الوحيد لعلاج سوء التغذيه ايام زمان هو كان ايه؟ ان هو كل يوم الصبح تاكل 7 تمرات اللي هي نتيجه البحث ده. بعض التمرات تاكلهم مع اللي انت هتاكله عادي جدا، فده هيديك الاملاح والاحماض الامينيه والتغذيه اللي انت محتاجها في اليوم ده عشان تقي نفسك من سوء التغذيه اللي هي السبب الرئيسي في ضعف المناعه، اللي هي السلاح الوحيد اللي انت يقدر يوقفك قدام الامراض المعديه اللي هي اخطر حاجه ممكن تصيب، او هي اخطر حاجه بتموت الناس في العصر القديم ودلوقتي. طيب يبقى الحل الوحيد لعلاج الوقوف قدام اخطر مرض او اخطر مشكله صحيه النبي قاله لنا في حديث. طب هتقول لي ثواني انا عاوز اقول لك، بس انت بتتكلم في فيديو مش عارف اقطعك. عاوز اقول لك يا عم الحديث عن السم والسحر مش الامراض المعديه. اقول لك جميل، انا كنت اجل دي للاخر. اقول لك بقى الحديث سم وسحر معناه بكتيريا فيروسات. هتقول لي ازاي؟ الكلام غير منطقي. اقول لك تعالى ركز معايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم هو بيتكلم للامه بالكامل، يبقى لازم لما يقول الكلمه دي اللي قدامه يحسوا بيها ويلتزموا بيها، وفي نفس الوقت تكون لما اللي بعد كده اللي يجي لهم العلم يلاقوها منطقيه. صح دي هي دي. طيب كلمه سم، هل كلمه سم تصف البكتيريا الاول ولا لا؟ تصف البكتيريا. ليه؟ لسببين. اول سبب ان البكتيريا ازاي بتسبب امراض؟ افراز سموم. يعني البكتيريا لما تيجي تخش جسم البني ادم وتيجي تعمل مرض بتعمل ايه؟ بتفرز سم. ده بقى احد المواقع مثلا اللي بيشرح يعني ايه بكتيريا وفيروسات وازاي بتسبب امراض. كاتب ان البكتيريا اللي هي بتفرز توكسينز وبين قوسين بويزنز، وهتلاقوا كل حاجه هتلاقوها منشوره على صفحه الهدايه في فتن النهايه. وبالتالي البكتيريا بتفرز سم، يبقى انا لو النبي عبر بكلمه سموم عن البكتيريا ده تعبير صحيح. ده رقم واحد.
رقم 2 ان هو كمان ان البكتيريا بتبقى زيها زي السموم اللي هي ممكن ابلعها او اخدها من بره جسمي زي السم وتعمل لي مرض زي السم. فهي تشبيهيا تنفع ووصف دقيق تنفع للاثنين. طيب فمعنى كده ان كلمه سم هي تناسب وصف البكتيريا وفي نفس الوقت تناسب الناس زمان. ليه؟ لما يسمع كلمه سم كلمه تخوفه، وبالتالي لما اقول له تاكل تمر فربنا يقول بالسم، فهو بالتالي هيلتزم باللي هو ياخد كل يوم ال7 تمرات. فهي كلمه تناسب زمان وتناسب دلوقتي. طيب كلمه سحر، ازاي كلمه سحر تناسب فيروسات؟ اقول لك تعالى، لو انت شفت كلمه مثلا فلان سحر فلان معناها ايه؟ وفيروس بيسبب مرض ازاي؟ الامراض الفيروسيه يعني بتشتغل ازاي؟ هتلاقي الاثنين زي بعض بالظبط. ازاي؟ لما اقول لك فلان سحر فلان معناه ايه؟ ان هو اثر على عقله وخلاه يتصرف ضد مصلحته. لما يقول فلان سحر فلانه معناها ايه؟ ان هو مأثر على عقلها ومخليها تتصرف حتى لو ضد مصلحتها في سبيل مصلحته هو. صح؟ طيب الفيروسات بقى بتسبب مرض ازاي؟ هل بتفرز سموم زي البكتيريا؟ لا. امال بتعمل ايه؟ بتخلي الجسم، خلايا الجسم تأثر على عقلها اللي هي الماده الوراثيه اللي فيها وتخليها تشتغل بدل ما تخرج اللي هي الحاجات المفيده للجسم اللي هي طبيعي بتخرجها، لا يخليها تعمل فيروسات ثانيه لغايه ما الخليه دي او خلايا الجسم تموت او الجسم مناعه الجسم تضربها. يعني نفس طريقه لما انت بتقول فلان سحر فلان هي نفس اللي الفيروس بيعملوه في جسم الانسان. وبالتالي كلمه سحر ايام زمان كلمه بتخوفهم، وبالتالي هو ممكن واحد ياخد التمور عشان هو يقي من حاجه بتخوفه اللي هي الايه؟ السحر. دلوقتي فهمنا كلمه يعني ايه امراض معديه ويعني ايه سموم ويعني ايه سحر، وبالتالي لما نفهم النبي صلى الله عليه وسلم ادى افضل العلاج الامراض المعديه، وبعد كده نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سم وسحر، نفهم ان كلمه سم دي تناسب البكتيريا وان كلمه سحر تناسب الفيروسات. تقول لي بس احنا حاطين في دماغنا ان كلمه سم دي على سم العقرب والتعبان. اقول لك طب تخيل ان في الوقت الحالي اللي ما فيش مضادات حيويه ولا في تطعيمات، ان كل واحد بيموت من سم العقرب والتعابين تقريبا قدامه بيموت 100 واحد من الامراض المعديه. وبالتالي انت بتقول لي النبي انا كنت فاكر النبي بيتكلم عن الواحد اللي بيموت ده. انا بقول لك لا، النبي كان بيتكلم عن 100 واحد اللي بيموتوا دول، مش على واحد. بيتكلم على اكبر مشكله صحيه، مش على من اقل الحاجات اللي يعني اقل نسب الوفيات في العالم. طيب بعد ما شفنا الحديث ده نفهم ايه؟ نفهم ان جهلنا ما يدينا بالوحي وبكلام الله وبعلم الله ما يديناش الحق ابدا اللي احنا يخلينا نهاجم كلام الله عز وجل اللي اوحى النبي صلى الله عليه وسلم بيه عشان يحل بيه مشاكل البشريه، عشان احنا مش فاهمينه نهاجم اشرف كلام ممكن يتقال، لانه كلام النبي قاله على لسانه من وحي انزل ليه من الله عز وجل. ده الحديث ده تفسيره عشان تستخدمه في مناظرات علميه او لهدايه الناس. ده ليه اسلوب تاني. ارجو ان كل مهتم بالهدايه ان هو يخليه معانا على صفحه الهدايه في النهايه، عشان الحلقه الجايه هتقول لك ازاي تستخدم الحديث ده سواء في مناظره مع حد من اصحاب الفتن او مع هدايه حد من واحد الشبهات ابتدت يعني تخش جوه قلبه وابتدت تحس ان هو ابتدى يبعد عن الثقه واليقين في الدين. خليكم معنا على صفحه الهدايه في النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.